عمرك سألت نفسك ليه البراندز العالمية زي البراندز بتاعت الهدوم بقى او بتاعت اللبس بتاعت الاكل، فور اكزامبل ماكدونالدز وارماس وكل البراندات اللي هي معروفة واسمها مسمع، ليه دايما لما بتيجي تقدم منتج جديد بتسحب منتج كان اوريدي موجود عندها في الستور بتاعها؟ يعني مثلا ماكدونالدز هيقدم ساندوتش جديد اول مرة ينزله، يسحب واحد اوريدي هو كان عنده. ارماس مثلا تنزل موديل ليميتد اديشن فتره قليله، تروح سحباه، بعد كده تنزل منتج جديد تسحب واحد تحط واحد، وهكذا. ده لان عامه البراندات العالميه ما وصلتش كده هباء، هم فاهمين كويس قوي سيكولوجيه الانسان وازاي اصلا يحققوا منها منافع اقتصاديه بشكل قوي، وفهموا جدا from day one ان الانسان بيحب قوي عامل الندره. طول ما في حاجه مش موجودة كتير، مش متاحة كتير، هو هيجري عليها، والحاجة اللي موجودة بشكل كبير عمرها ما بتخليه ساتسفايد. وهنا هنقف عند أهم القوانين الاقتصادية، وهو the law of dimensioning marginal utility أو تناقص المنفعة الحدية. القانون ده بمنتهى البساطة لازم تاخده في حسابك وانت بتعمل برايسنج، وانت بتعمل ماركتنج بلان، وانت عامة نازل مجال السيلز، عشان تعرف ازاي اصلا تبيع وازاي تحط ايه وتعمل ايه بالظبط عشان تزود معاك المبيعات بتاعتك او تزود عامة الربح بتاعك في الاخر. ببساطة هديك مثال بسيط. لو انت اوريدي بتجيب بيتزا مثلا من مطعم معين، البيتزا دي اول ما هتجيبها اول مره هتاكلها هتنبسط جدا وتبقى ساتيسفايد وتدفع فيها رقم محترم، فور اكزامبل 1000 جنيه. تاني مره وانت هتاكل بيتزا برضو مش تروح تدفع 1000 جنيه، تدفع رقم اقل شويه وانبساطك هيبقى اقل، وهكذا. كل ما تاكل من البيتزا او بتاكل من نفس الحاجه كل ما هتلاقي نفسك بتدفع فلوس اقل، وكمان انت مش ساتيسفايد، مفيش عندك اللي هو الرضا. نفس الكلام لو بتجيب جهاز في البيت، فور اكزامبل الجهاز ده مكنسه، المكنسه دي اول مره هتجيب فيها مكنسه هتشتري احلى حاجه واحسن حاجه واغلى حاجه، تاني مره وانت بتجيب المكنسه هي هتشتري الاقل منها في السعر، الاقل منها في الكاتيجوري، وتقول تمام يعني ما هتقضي الغرض وخلاص، وهكذا. تشتري كتير من نفس الحاجة ساتسفاكشن يقل من الحاجة دي وتدفع فيها اقل. وده فهمه جدا عامة البراندز العالمية، دايما تزود لك حاجة جديدة، يبقى هو نفس الساندوتش بس يقول لك الساندوتش ده بقى سبايسي، هو نفس الساندوتش بس يقول لك نفس الانجريدينتس دي لا احنا مش هنحطها في بان عاديه وعيش عادي، لا هنحطها بقى في رغيف من اللي بيتلف، هنحطها مثلا في خاص للفيجن. هيعمل لك حاجه جديده، هيحسسك ان الحاجه دي اتغيرت شويه، علشان وانت بتكونسيوم من الحاجه دي ما يقلش عندك الساتسفاكشن بتاعها، او ما يقلش عندك الرضا عنها، لا على طول راضي عن المنتج، على طول رايح تشتري للمنتج ده. ده برضو بيعملوا منتجات كتيرة عايزة تغير وتزود المبيعات بتاعتها، تعمل تعديل بسيط، ممكن التعديل ده يكون في شكل الباكجينج بتاعها اصلا بس يبقى فيه تجديد حسه العميل. ساعات بقى الناس بتفهم التعديل وان هي تجدد للكلاينت بشكل مختلف. هندي مثل بتو براندز، الاتنين دول واحد منهم استخدم القانون ده بشكل كويس قوي والتاني استخدمه بشكل غبي جدا. نبدأ بالغبي. في كده ترند بتاع حلويات، محل حلويات يعني بيعمل اسامي غريبة ومغرقها لبن. المهم يعني ان المحل ده كان كل شويه يطلع اسم غريب، وبعد كده يحط حاجات كتيره على بعض، مكونات كتيره وسكر كتير في كل حته. في الاول جذب انتباه الناس جدا بالاسامي وبان هو عامل تجديد، كل شويه تجديد كل شويه تجديد بس في وقت قليل ورا بعض ورا بعض. بعد كده ايه اللي حصل؟ بعد ما كيرف المبيعات عالي جدا معاه رجع يقل، وساتسفاكشن العملاء ناحيته بدا يقل جدا ويكاد يكون مش موجود دلوقتي. طب على النقيض بقى براند تاني بتاع كيكات صغيره، مجرد ان هو كان بيعمل ايه؟ بدل ما كان بيعمل كيكه طويله عمل منها سايز صغير وغير لونها، بعد كده عملها اكبر شويه عشان ياكلها 3 4، بعد كده بقى يعملها نص لون ونص لون تاني مثلا، او فليفر وفليفر تاني. طول الوقت مبيعاته عماله بتزيد برغم ان هو ما بيعملش اي حاجه، هي نفس الحاجات اللي عنده عمال يحط ويشيل فيها كده بشكل تغيير يعني. الفكره ان انت لازم تفهم سيكولوجيه الانسان علشان تقدر ان انت تستغلها صح وتحقق الارباح اللي انت عايزها، او على الاقل تعرف توجه الانسان. طيب ليه بقى الاحساس ده اصلا موجود جوه البشر؟ الحقيقه ان اول ما الانسان اتوجد على الناطوره كانت الموارد محدوده بشكل صعب جدا، وما كانش بيعرف يوصل لها بسهوله. فلو كان وصل الانسان ان هو لقى مكان فيه ميه بكميه كبيره، اكل بكميه كبيره، وبدا يستهلكه بشكل كتير جدا، وعمال يستهلك من نفس الحاجه كتير 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 ورا بعض، هيخلص على الحاجه وبعد شويه هو هيخلص وهيموت. فكان لازم ينشأ احساس الرفض من تكرار نفس الحاجه او نفس الاكله اللي انت بتاكلها، نفس كل حاجه لازم تتجدد معاك. والتجدد ده هو اللي خلى الانسان ينتشر اصلا في بقاع الارض كلها.
لما زهق من الاكل اللي موجود في الارض اللي هو قاعد فيها، راح ارض تانية لقى اكل جديد وانبسط، ومية تانية ولقى حاجات مختلفة كتيرة، فبدأ ينتشر عامة في كل الناطورة. علشان كده احساس التجديد والتنوع مهم جدا. وكمان كان موجود في العلاقات، يعني كان دايما الانسان زمان مش بيبقى ليه حد صاحب واحد هو اللي على طول معاه، او ليه شخص واحد، او حتى الزوج ما كانش بيبقى زوج واحد. ده كان اول النطوره، ما كانش بيبقى زوج واحد او زوجه واحده، كان دايما في تنوع. ولسه في اثار وبقايا للاحساس اللي ظهر زمان، ده كان سببه تطوري عشان احنا نكمل. طيب لسه البقايا دي موجوده. تعالى شوف كده علاقتك باي حد من اصحابك مثلا، نفس القانون ده موجود في العلاقات. لو في حد بس واحد من صحابك انت على طول معاه، بعد فتره مش تبقى ساتيسفايد من صاحبك ده. طب لو في علاقة مثلا مع واحدة، او انت على علاقة بواحد، والعلاقة طول الوقت مع بعض، كل حاجة سوا، مستهلكين بعض بكمية كبيرة، برضو هنزهق من بعض. عشان كده لازم بيبقى في بوينت معينة ان احنا نسحب نفسنا، سواء بقى من علاقات، من احنا برودكت في الماركت فنسحب، او ان احنا نقول لا، نبعد شوية. ده بيزود الفاليو بتاعتك وبيدي استمرارية للحاجات كلها. بس يعني فبلاش نستهلك بعض قوي يا جماعة، او بلاش نستهلك برضو صحابنا قوي، ونستهلك